اهلا بيكم يا حلوين، فيديو جديد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم فلوج بعد اجازة العيد، وهقول لكم انا فعلا ذاكرت في العيد ولا لا، وكمان هقول لكم انا عملت ايه طول اليوم، وليه غيرت نظام نومي، وازاي اساسا بقيت بنام من بدري وبصحى بدري. فتعالوا ابتدي معاكم الفلوج. بصوا، اول حاجة انا ما ذاكرتش اول وتاني يوم العيد. انا بدأت ده اليوم ده من تالت يوم العيد، اللي هو اليوم اللي هينزل فيه الفيديو اصلا. الفكرة ان انا اخدت اجازة اول وتاني يوم، والوقفة اخدت يعني مثلا ذاكرت في الوقفة ساعتين بالظبط بس مش اكتر، واخدت بقية اليوم اجازة. فقلت كفاية كده بقى، وقررت ان انا اذاكر من تالت يوم يعني. بالنسبة لنظام نومي، انا بقيت بصحى وبنام بدري. بصحى الفجر الساعة 5:04:30 كده، وبنام من بعد العشاء مثلا 8:30 او كده. ده ليه؟ عشان انا عايزة اغير نظامي واتعود للامتحانات. وبجد يا جماعة انتوا مش متخيلين انا حبيت النظام ده ازاي، وفرق ازاي في يومي وفي عدد الساعات اللي انا بذاكرها. اساسا انا مثلا من بعد الفجر بعد ما بفطر لحد الظهر ذاكرت اكتر من 5 ساعات. فديت فترة حلوة جدا، دي لوحدها يعني هتنجزوا فيها كم كبير، غير ان انتوا معاكوا بقى بقية اليوم كمان تقدروا تخلصوا حاجات كتير. فالمهم انا كان عندي ايه النهاردة؟ انا كان عندي واجب بتاع محاضرة الاحياء. انا يوم الوقفة كان عندي المحاضرة وذاكرتها، يعني قسمتها على يوم وقفة واليوم اللي قبليه. المهم كان متبقي لي الحل الواجب، وكمان كان عندي مذاكرة محاضرة انجليش. المحاضرة دي كان عليا حفظ الكلمات بتاعة يونت 9، درس التالت والرابع، وأول درسين من يونت 10. وغير الجرامر كانت محاضرة كبيرة جدا، فديت أكتر حاجة خدت مني وقت في اليوم. قعدت أذاكرها، ظبطت التايمر على ساعة وأذاكر ساعة وهكذا، وأخد بريك. أول حاجة بدأت فيها حفظ الكلمات، خدت مني تقريبا ساعة إلا كده. وبعدين ذاكرت الجرامر وحليته عشان أريح إيدي من الكلمات شوية والحفظ. ورجعت آخر حاجة سمعت وحفظت الكلمات بتاعت يونت 10، بس ما صورتلكوش عشان يعني متزهقوش وكده. المهم بقى تعالوا احكي لكم انا عملت ايه في العيد. يوم الوقفة انا فضلت اجهز نفسي بقى واعمل الماسكات والشاور العيد وكده. اول يوم زرت اهلي، وتاني يوم احنا خرجنا. فما ذاكرتش خالص. انا كنت بقول لكم ان انا هاجز يوم واحد، بس لا، انجزت يومين. وبقى ايه، رجعت اكمل. عايزاكوا بقى بعد العيد على طول، سواء انتوا بدأتوا او لسه ما بدأتوش مذاكرة، عايزاكوا ترجعوا بقوة، ترجعوا بحماس بقى، وتخلصوا اكبر كم عليكوا، عشان احنا خلاص تقريبا فاضل لنا اسبوعين ونخلص منهج. فتحاولوا تلموا، واللي عنده حاجة يخلصها. المواد الإضافية لو لسه بقى ما بدأتوش، لسه عليكم محاضرات كتير، تحاولوا تخلصوها. وتستغلوا بقى اللي هي ايه، الرجوع ديت والعودة، بان انتوا تخلصوا اكبر كم من عليكم. وفعلا انتوا لو قعدتوا اساسا كام ساعة كده بس، مع الوقت بتلاقوا نفسكم خلصين حاجات كتير جدا. بعد كده انا عملت ايه؟ كان عندي الجرامر بقيته على الواتس، قعدت انقله واذاكره. واخر حاجة حليت التدريبات بتاعة الجرامر، بس الميس ما كانش لسه منزله فيديو حل الواجب، فما حلتهوش لسه. اوكي، خدت بريك بقى ورجعت عشان ابدا محاضره العربي. انا كنت كاتبه لنفسي ان انا المفروض اخلص نصها، يعني ما قلتش كلها، عشان انا عارفه ان هي كبيره جدا وانا مش هقدر اخلصها كلها. فحاولت اخلص اللي انا اقدر عليه يعني قبل ما انام، عشان انا بنام 8:30.
فبدأت اسمع اول جزء كان نرجع 40 اعملها دقيقة. ميني درس ميني درس ميني درس، هو كله على بعض درس قد كده. ليه بقى يا سيدنا؟ قلت لي ليه؟ لان هو الدرس كله قائم على هي كام دي، استفهاميه ولا خبريه؟ كام؟ ليه كام؟ بس كده بصراحه حاجه تانية، هي لو كام الاستفهاميه يبقى الكلمه اللي بعدها هتتعرب اعراب، ولو كام دي خبريه يبقى الكلمه اللي بعدها هتتعرب اعراب تاني. بس خلاص، هو ده اللي انا عايزه من الدرس، وبارك الله فيك. تقول لي طب مد، يلا ادام درس حلو يلا. اللهم بارك اللهم بارك، رزقه واسع. لص ده كان مقشط المنطقه، ساكن في منطقه مقشط المنطقه كلها. اللهم بارك، هو اخد توكيل المنطقه دي، ما سابش بيت الا لما علم على البيت ده وسرق حاجه منه. يشاء ربك ان اللص ده يتقبض عليه، ولما اتقبض عليه واتحقق معاه والنيابه حبسته، وقف قدام القاضي. القاضي وجه له بعد ما خلصت بقى اخدت بريك وقعدت اكل حلويات كده شوية، وبعدين رجعت عشان اذاكر المحاضرة. بصوا، هي المحاضرة 40 دقيقة، بس الكم منها كان قليل جدا، حرفيا خلصته في 10 دقايق مذاكرة بس، فكانت لذيذة يعني. وبعدين بقى نرجع عشان نكمل بقية المحاضرة. تعالوا بقى نتكلم مع بعض واقولكوا ازاي انا بقيت بنام بدري وازاي ظبطت نومي. بصوا، انا اول يوم العيد طبعا احنا من الوقفة لحد صلاة العيد انا مش بنام. من بعد صلاة العيد بقى نمت ساعتين، وفضلت صاحية لحد العشاء صليته ونمت. وبقى ايه، لقيت نفسي تلقائي يعني صاحية اساسا على الفجر عشان كنت زهقت نوم وكده. فهي الفكرة كلها في ان انتوا مثلا لو مش عارفين تناموا خالص او تقللوا السهر وكده، خلاص ناموا ساعتين بس في اليوم، ولما يجي بقى الميعاد اللي انتوا عايزين تناموا فيه الساعة 9 10، ناموا وهتلاقوا نفسكم لوحدكم تصحوا بدري يعني. بعد ما خلصت مذاكرة الدرس الأول، فتحت المحاضرة الجديدة. اللفظ. طيب وكذلك عند حضرتك تالله، التاء حرف جر، اللفظ هنا اللي بعده اسم مجرور. الشاهد في الموضوع دي اسمها حروف جر. طيب ايه الفرق بين حروف الجر الاصليه والزائده اللي انا لسه هقول لك هي مين، والشبيه بالزائده؟ سيبك من الشبيه بالزائد دلوقتي، ايه الفرق بين الاصلي والزائد؟ لما اقول لك ان حرف الجر ده يا سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم حرف جر اصلي، تقول لي ايوه 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 ايوه. بصوا، الجزء التاني من المحاضرة كان ساعة تقريبا، سمعتها وما ذاكرتهاش عشان ما كنتش قادرة، وكمان ما كانش في وقت، انا كنت لازم اخلص على 7:30 كده عشان احاول انزل لكم الفيديو ده بدري قبل ما انام. فخلصت مذاكرة على 7:30، وهصلي العشاء وانام. فالفكرة ان المحاضرة ديت كانت طويلة جدا، كانت 5 اجزاء، والجزء تقريبا ساعة الا ربع ساعة. فانا حاولت اخلص منها جزء، وان شاء الله بكرة هكملها بقى بالحل بتاعها بالواجب وكده. وبكده يا حلوين نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم متنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.